اهلا وسهلا بيكم. يا صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم على حسب انت بتشوفني منين. النهارده حلقه مميزه بجد، بشكر فيها كل اللي بيدعمني وبيشجعني اني اكمل. امبارح جالي اشعار من اليوتيوب، تهانينا لقد وصلت الى 100 مشترك، وان شاء الله عند وصولك ل 1000 مشترك سيتم فتح ميزه المنتدى لمتابعه ومشاركه متابعينك كل جديد. ان شاء الله انا عاوز دعمكم ومساندتكم عشان نوصل ل1000 او 100,000 كمان. موضوعنا النهاردة موضوع قفل شارع 45 قبل السكة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وصرف الأمطار. قبل ما نتكلم عن المشروع ده تابعني لآخر الفيديو، وياريت اللي أول مرة يشوفني يضغط لايك وكومنت واشتراك في القناة، وياريت لو شير كمان عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. تابعوني بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في أي حتة. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. هنتكلم النهارده عن مشروع احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة المنتزه شارع 45. كشفت النواة الماضية التي شهدتها محافظة الاسكندرية عن وجود تحديات ما زالت تواجهها المحافظة الساحلية للتغلب على مشكلة التغيرات المناخية وزيادة كميات مياه الأمطار عاما بعد عام، والتي تؤدي إلى مشكلة تراكمات مياه الأمطار في الشوارع والمناطق المنخفضة، وعدم قدرة شبكة الصرف الصحي على استيعاب كل تلك كميات المياه المتزايدة، الأمر الذي أدى إلى ظهور بؤر ساخنة لتجمعات المياه ساهمت في تعطيل حركة المرور والمرة في بعض المناطق الحيوية. وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على مشكلة الغرق بالإسكندرية، وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤخرا على المشروعات والأعمال المقترحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع إتاحة 300 مليون جنيه على الفور للبدء في تنفيذ هذه الأعمال. والإمام اللي ظاهر قدامنا خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع بمنطقة شارع 45 وفق الخطة الجديدة للقضاء على مشكلة تراكمات وتجمعات مياه الأمطار. أسيبكم في جولة حرة مع المشروع الجديد في تجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة المنتزه أول شارع 45. لمتابعتكم لاخر الفيديو، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه لايك وشير وكومنت واشتراك في القناه. اشوفكم مع فيديوهات جديده وشارع جديد من شوارع مصر.